اقترب موعد نهائي كأس الجمهورية، وانطلقت معه أفراح وأنصار مولودية الجزائر وشبيبة القبائل أملا في تتويج هو الأغلى هذا الموسم لكلا الفريقين. حنايا اللي داتها جياسكا لا داتها مولوديه بيان سير ان شاء الله جياسكا ديها. حنا ماذا بينا تربح مولوديه ويفرحوا كاع ولاد حومتي وهذيك هي هذا هو ان شاء الله. قلبي يعشق الخضراء اليو سيتو دير انتي الخضراء اليو نعيشوا الحلوه والمره اليو. كأس بنكهة خاصة هو ما يأمل أنصار المولودية في تحقيقه هذا الموسم، خاصة وأنه النهائي الأول الذي سيجمعهم بالغريم شبيبة القبائل. يا أخويا إن شاء الله نلعبوا مليح ونربحوا وحشود يا ربي فرحنا حشود إن شاء الله ندوها يا ربي. المولودية معروفين بالتاريخ على كل حال وعندهم الاكسبيرونس في لاكوب وإن شاء الله يديوها هذا مكان. ورغم كل المشاكل التي تحيط ببيت المولودية إلا أن أنصار شناوة أطلقوا العنان لأفراحهم، وكلهم أمل في معانقة الكأس السابعة وإعادة الروح إلى المحيط العاصمي، خاصة بعد الفوز الأخير ضد أهل برج باريريج في البطولة الوطنية. احنا رانا حابين نزهاو الشباب تاعنا يفرح وندوها السابعة ندوها. ما قال ما ناش ملاح مي عندنا كونفيونس في ليكيب ديالنا وسيتيام كوب حنا البيبليك حنا اللي نجيبوها ونجودي في الكيطان إن شاء الله. أنصار شبيبة القبائل وبعد العودة القوية لفريقهم في الآونة الأخيرة يرون بأن أفضل ختام هذا الموسم هو التتويج بكأس الجمهورية وإعادة الشبيبة القبائلية إلى أمجادها. إن شاء الله هذا ربحت الجياسكا تربح ثلاثة إن شاء الله. صحوة شبيبة صاحبتها أهازيج أنصار الكناري الذين صنعوا جوا من الأفراح متفائلين بتتويج هو السابع في تاريخ أبناء جرجرة، والذي لن يتحقق إلا بتجاوز الخسارة برباعية ضد أمل الأربعاء. إن شاء الله يماركي بوسي وإن شاء الله نديروا ماتش شباب. ورغم الأجواء المشحونة بين إدارتي الفريقين قبل موعد النهائي إلا أن العلاقة بين أنصار المولودية والشبيبة كانت بمثابة رسالة عنوانها الأخوة وشعارها خاوة خاوة الكناري والشناوة. جياسكا تاع بيان سور هذاك ان شاء الله تربح مولودية وبابليس.